الفيديو الخاص باجابات الاسئله بتاعتكم اللي سالتوني عنها قبل كده. الحقيقه هو خد وقت طويل قوي في التصوير، فتوقعت ان ممكن ياخد اكتر من فيديو او ان هو يتقسم على اكتر من فيديو. فاحنا النهارده هنكمل بقيه الاسئله اللي الناس سالتها عشان خاطر الموضوع ما يبقاش مجهد عليك. فروح خد الانترو وتعال نكمل. ومساء الفل ايفريبودي، معاكم عمر عبد الرحيم. وبكده يبقى خلصنا الاسئله بتاعت يوتيوب. خلينا نخش على الاسئله بتاعت انستجرام. زيزوز بيسال سؤال حلو قوي: ازاي ما اخافش من الاخطاء اثناء الكلام مع اي حد نيتيف؟ ازاي ما اخافش من الاخطاء اثناء الكلام مع اي حد سواء نيتيف او عادي، او سواء عادي او نيتيف؟ الحقيقه زوز، هو الخوف ده بيبقى موجود عادي في بدايه اي محادثه او بدايه اي كلام، بس مجرد لما بتبدا تتكلم بتلاقي نفسك بعد ممكن دقيقه او 3 دقائق كحد اقصى لقيت نفسك خلاص بقيت اهدى. الخوف او الرهبه دي هتبقى اقل لما تعمل براكتسنج كتير قوي. فانت عايز تحل الموضوع ده، اعمل براكتسنج كتير قوي. الموضوع ده مش هيمثل بالنسبه لك اي خوف خالص بعدين. مويوس ريو 3 بيسال بيقول: برايك ايه افضل طريقه لتعلم اللغه الانجليزيه في الفتره الحاليه ومع نفسك؟ عارف ان الموضوع كله في حته الالتزام، ولكن ما عنديش فكره عن الخطه لان المصادر كترت والتشتت زاد. وشكرا لكل حرف علمته ليا، وجزاك الله خيرا. او اياكم يا اخي، ربنا يبارك فيك. طيب انا دلوقتي عايز اتعلم انجلش مع نفسي وعايز احط لنفسي خطه، اقدر اعمل ايه؟ كنت عملت انا سلسله فيديوهات افضل طريقه لتعلم اللغه، اتكلمت عن انواع الناس اللي بتتعلم لغه، وبناء عليها لما تيجي تدور على مصادر تدور على اساس ايه وتدور على ايه بالظبط. هتلاقي السلسله دي موجوده في الشانل بتاعتي، وهسيبها لك برضو في الديسكربشن بتاع الفيديو. بس لو انا نسيت اسيبها لك في الديسكربشن بتاع الفيديو سامحني اولا. ثانيا هتلاقيها برضو موجوده في الشانل عندي اسمها افضل طريقه لتعلم اللغه الانجليزيه. 6VERV بيسال: هل حقا تعلم الانجليزي هيأثر من الناحيه الماديه في اي وظيفه؟ ده بالتاكيد 100%. يعني وفي ناس شغاله في شركه مثلا وهو عاجبه الشغل في الشركه دي بس عايز يطور من نفسه، لان الترقيات بيطلبوا فيها انجلش، فبيتعلم انجلش. يس هتاثر معاك جدا 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 في الفرص والترقيات. كيمياء، مش عارف مين كيمياء ده. مين كيمياء ده يا جدعان؟ حد يعرفه؟ كيمياء ده احمد جوده، صديقي، من حد من اعز اصدقائي يعني. بيقول: هل في اعتقادك تقنيات الذكاء الاصطناعي تقضي على وظيفه معلم اللغه الانجليزيه؟ الحقيقه كنت اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو قبل كده، وقلت ان الشغلانات اللي داخل فيها ايموشنز او عواطف وتقدير وحاجات شبيهه لكده كتير، اي حاجه داخل فيها الشعور المتميز بيه الانسان عن اي مخلوق تاني، هيبقى صعب حبتين 3 ان هو يستبدلهم. هل ده مستحيل؟ هل ده خلاها مستحيل ان الذكاء الاصطناعي يستبدل؟ لا، هي مش مستحيل، بس في بعض المواقف اللي هيبقى مستحيل يستبدلها. وكل ما المواقف دي زاد فيها الاحتياج للعواطف الإنسانية، هتقل فرصة الذكاء الاصطناعي ان هو يستبدل الانسان فيها. كنت عملت برضو فيديو عن الموضوع ده، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدل المدرسين؟ هتلاقوه برضو في الشانل بتاعتي. يوسف يحيى بيقول: هل ترشح منصات تعليم انجلش اونلاين ولا لازم يكون المدرس قدامي؟ لا والله، هو تفضيل شخصي الموضوع. يعني انت عايز تاخد كورسز اوفلاين ممكن تبقى مستريح مع ده، ممكن تبقى مستريح اكتر مع الاونلاين. انا كعمر ببقى مستريح اكتر مع الاونلاين مثلا، ولما بيبقى قدامي حد متاح بالنسبه له الاثنين، يعني انا والله انا قشطه ان انا انزل اخد كورس او قشطه ان انا اخده اونلاين، خده اونلاين احسن. ليه؟ لان في الاونلاين انت مش مضطر تنزل، مش مضطر تركب مواصلات، مش مضطر تنزل في الحر وعرق بقى وبهدله وبتاع. فكل ده ممكن يخليك تكسل انك تنزل في يوم من الايام، او ممكن بعد فتره يسبب بالنسبه لك ضغط وتحس انك تعبت وعملت مجهود صعب. انما الاونلاين الموضوع سهل. لو حبيت تاخد الكورس من العربيه تقدر تاخد الكورس في العربيه، وانت منتخ ومرنخ على السرير تقدر تعمل ده. فالاونلاين خلى الفرص unlimited. فانا لو الاثنين متاحين بالنسبه لك ارشح لك الاونلاين. OMVRDIV: ازاي اطور الليسننج لو بيكلمني واحد اجنبي وبقلل تكاليف وبدون روت يا اخي في الله؟ كنا اتكلمنا على جزئيه الليسننج دي من شويه، وازاي اطور نفسي في الليسننج او الاستماع. ان انت تقعد تسمع كتير قوي، خلي نشره، خلي بودكاست. ان البودكاست يا جماعه والاوديو بوكس اللي هي الكتب المسموعه من افضل الاوبشنز اللي تخليك ودنك تتعود على الانجليش. لان في البودكاست الناس بتتكلم انجليش عادي خالص، مش بيمثلوا مثلا، مش بيأفوروا، لا الكلام طالع منهم طبيعي، فودنك هتاخد على الكلام الطبيعي. فافضل اعمل كده حتى لو انت نفسك لقيت نفسك اللي هو ايه مش فاهم حاجه،
برضو كمل، هتلاقي نفسك الموضوع ده اتطور بالنسبه لك قدام، والكلام بقى فاميليار وانت اتحسنت من غير ما تشعر كده. وبكده يبقى خلصنا الاسئله بتاعت انستجرام، وخلينا نخش على اسئله الناس على فيسبوك. نبدا بعبد الله ايمن محمود. عبد الله بيقول ساعات بكون بسمع ناس مصريه شروحات والاقي نطق كلمه انجليزي، مش هقول غلط بس مختلف عن الطبيعي اللي بسمعه وهو نطق الاجانب. الاقيني مسكت فيها وفي سري انطقها، هل متاح اسمعها واخد معناها وامشي من سكات؟ انا فهمت سؤال عبد الله، وخليني اوضحه اكتر. انا دلوقتي لو حد نطق كلمه ممكن الكلمه تلزق في دماغي وافضل انطقها زيه بغض النظر هي صح ولا غلط، فهل ممكن اعالج ده؟ والله يعني بص، انا دايما عندي مبدا في حته المس برونسيشن، او ازاي ان انا ما انطقش صح، او ازاي ان انا ما انطقش غلط. ازاي ما انطقش صح، ازاي ان انا ما انطقش غلط. نمبر 1 رول بالنسبه لي، او القاعده رقم 1 بالنسبه لي، هي انك اي كلمه جديده عليك اوعى تتخيل نطقها او حتى تحاول تنطقها الا لما تسمعها صح وتسمعها من مصدر موثوق. دلوقتي كل الديكشنريز او كل القواميس اللي موجوده اونلاين على موبايلك او حتى ويب سايتس ناطقه، يعني لو حطيت له كلمه هينطق لك معناها ايه، او هينطق لك النطق بتاعها ايه، متاسف. فهتسمع الكلمه الاول، فاول طريقه نطق ودنك هتقع عليها او ودنك هتسمعها الكلمه جديده عليك، هي دي اللي هتثبت عندك. هيبقى صعب جدا ان حد يعدلها قدام، وده اللي بيصعب شويه حته ان انت تحسن من البرونسيشن بتاعك. هي بس جزئيه الايه، الشيفت بقى من ان هو انا بنطق وحش وبقيت بنطق كويس، ده بيبقى متعب. مش معنى كده هو مستحيل، لا، هو بس بيبقى متعب شويه عشان انت بتبقى اوريدي خدت على حاجه. فحاول دايما اي كلمه جديده عليك اسمعها الاول قبل ما تنطقها. فلو حد قال بالنسبه لك كلمه نطقها وانت عايز بس تتاكد اذا كان النطق ده صح ولا لا يا عبد الله، هتاخد الكلمه تحطها في قاموس تسمعها وتقدر تاخدها من هنا يعني. احمد نعيم بيقول انا ناوي ابدا قناه تعليميه ويكون المحتوى في شكل شورتس، فايه النصايح اللي ممكن تقدمها لي؟ والله احمد نعيم، هو على حسب المجال بتاعك اللي انت عايز تشتغل فيه، ولكن هقول لك توكل على الله. يعني اكيد انت نيتك خير في حاجه زي كده، فربنا يوفقك. اول حاجه اقولها لك، ما تستعجلش على ان انت تكسب فلوس من اللي انت بتعمله ده، لان دلوقتي المحتوى احنا عارفين المحتويات دلوقتي بقت عامله ازاي، وبقت المنصات للاسف بتشجع المحتوى السيء ان هو ينتشر. عايز دليل؟ شوف الفيديو ده جايب كام فيو مثلا لغايه دلوقتي، وشوف فيديو تافه جايب كام فيو لغايه دلوقتي برضو. تمام. محمد احمد بيقول ليه بنقول انا بتكلم بريتش اكسنت مش بريتش دايلكت، مع ان الدايلكت اشمل من الاكسنت؟ انت عندك حق، هو الدايلكت اللي هي بتبقى مش مجرد لكنه، هي بتبقى اللهجه كلها بكلماتها بالاكسبريشنز بكل حاجه. ولكن في البريتش اكسنت هي الكلمه مجرد بس انها اكتر انتشارا من كلمه دايلكت مش اكتر، فملهاش مبدا يا محمد. حسام محمد، تجربه بيبو فين؟ من فتره ما فيش فيديوهات جديده. اللي ما يعرفش، هو تجربه بيبو هي قناه بتاعت تك ريفيو، خاصه الموبايلات، هو اللي عاملها اخويا يعني. فهو بقاله فتره مش بيعمل فيديوز للاسف، عشان احمد اخويا عنده مشكله كبيره في ظهره. ربنا يتم شفاءه على خير يا رب. فما بيقدرش ان هو يشتغل، ما بيقدرش ان هو يصور فيديوز. والله عرضت عليه ان انا اساعده في التصوير، بس هو الراجل هو مش عايز ده. مهندسين بقى، معلش. هاجر ابراهيم، هل اقدر اتعلم لغه باستخدام GPT-4 واتاكد بدرجه كبيره مقاربه الكورسات اللي مع مدرسين بالذات المحادثه؟ لو ينفع ازاي استخدمه صح؟ انت جيتي على نقطه الفيديو الجاي يا هاجر. استني الفيديو الجاي اللي هيكون ازاي اطور الانجليش بتاعي عن طريق الاي اي، او ممكن فعلا اطور الانجليش بتاعي عن طريق الاي اي، ولو ازاي. استني ان شاء الله هينزل على الشانل قريب جدا 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 جدا، وهنا انا بتكلم في ايام او اسبوع يعني ان شاء الله. يوسف محمد، بتستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلك ازاي؟ يعني لو تقدر تقول امثله على اللي تستفيد بيه. وشكرا لحضرتك. هقول لك، بس هقول لك اكتر. يعني هديك نبذه دلوقتي واشرح الموضوع ده في فيديو ثالث بقى. يعني في فيديو هيبقى ازاي اتعلم انجلش من الذكاء الاصطناعي، والنقطه الثانيه انا بستخدم الذكاء الاصطناعي في ايه، عشان لو حد حب ان هو يتعرف على طريقه جديده. يعني انا هديك نبذه دلوقتي عن الحاجات. انا مثلا بستخدمه في الفريزنج بتاع الكلمات بتاعي، لو انا عايز اكتب محتوى معين كتابه، سواء كان ايميل بقى، سواء كان بوست، سواء كان صحيفه في الشغل عندي، او سواء كان طريقه كتابه مسج على الواتساب او ما الى اخره. يعني بقول له اللي انا عايز اكتبه، بيرشح لي هو طريقه معينه، وببتدي ان انا اعدل عليها على اساس اللي انا عايزه. تاني حاجه، ان انا لو عندي داتا مثلا عايز احطها في اكسل شيتس بكولمز معينه، فهو الموضوع بيحصل ممكن يدي لك الريزلت بتاعتها في خلال ثواني، وانا لو قعدت اعملها على الاكسل شيت هقعد لي بتاع ربع ساعه ولا حاجه، فده بيوفر لي وقتي.
تالت حاجة زي الأفكار، يعني اديني أفكار أقدر أعمل لها implementation عندي في الشركة بخصوص 1 2 3 4، أو أفكار أقدر أطبقها عندي في الشركة بخصوص 1 2 3 4. بتلاقي فعلا بيديك أفكار حلوة جدا، وبيديك كمان لو طلبت منه resources بيديها لك. فسريعا دي الحاجات اللي أنا بستخدمها، ومش ده بس، لا دي بس الحاجات الأساسية اللي بالنسبة لي يعني. مصطفى محمد بيقول أنا دلوقتي بقالي 5 سنين بتعلم إنجلش في العمل. أنا مبسوط قوي بمصطفى. ومصطفى لو انت بتتعلم فعلا انجلش بقالك 5 سنين فده رقم عظيم جدا يخليك في حته حلوه قوي دلوقتي. فبما ان عندك حبه شغف انك تكون مدرس، فارشح لك ان انت تبقى انجلش تيتشر. لو عايز تعرف تعمل ده ازاي، احنا قلنا من شويه كده ان اللي عايز مثلا يخش مجال التيتشنج ممكن يبدا بكورس اسمه فيلت FELT، اللي هو الفاندمنتالز بتاعت الانجلش تيتشنج. يعني هتلاقيه برضو موجود في الAUC، او انك تجرب حظك في اماكن بتدي كورسات مجانيه للناس اللي غير قادرين، حاجه زي رساله مثلا على سبيل المثال، او المؤسسات الغير هادفه للربح. هتلاقي منهم كتير بيقدموا كورسز لانجلش، فانت ممكن تتطوع وانك تعلم الناس انجلش، وفي نفس الوقت تطور نفسك او تجرب نفسك في حته التيتشنج، او ان انت تعلم الناس حاجه. عمار طارق، ازاي اقدر لما اشوف كلمه جديده اتعلمها صح؟ وهل ترجمتها للغه العربيه خليني ما اتعلمهاش وانساها؟ السؤال ده حتتين، فخلينا ناخد اول حته، ازاي اقدر لما اشوف كلمه جديده اتعلمها صح. انا دلوقتي شفت كلمه جديده، اول حاجه اعملها ان انا ما احاولش انطقها. تاني حاجه اعملها ان انا اسمعها عشان اعرف انطقها صح. تالت حاجه اعملها ان انا اشوف معناها ايه، او الديفينيشن بتاعها ايه من انجلش تو انجلش. طب لو ما فهمتش الديفينيشن بتاع من انجلش تو انجلش، ترجمها لعربي وارجع اقرا الديفينيشنز بتاعتها مره تانية، عشان قرايه العربي خليناها اخر اوبشن خالص، او انك تعرف الترجمه. وده الجزء الثاني بتاع السؤال بتاعك، خليناها تاني خطوه اخيره خالص، لان انا بحاول ابعد عنها قدر المستطاع. لان انت مجرد ما عرفت الكلمه معناها ايه بالعربي، ده معناه ان ده هيقلل من الفلوينسي بتاعتك شويه وانت بتتكلم. لان وانت بتتكلم انت طبيعي عشان انت شخص عربي، فالافكار بتتولد عندك باللغه العربيه، بعد كده بتتحول بالانجلش. انما لو عودت نفسك انك الانجليش بالنسبه لك بتتعلمه برضو بالانجليش، الافكار هتتولد عندك اصلا باللغه الانجليزيه، وهي حاجه مش هيشعر بيها او يفهمها كل الفهم غير بس الشخص اللي اتعلم انجلش تو انجلش. فانصحك جدا ان انت ما تترجمش زي ما اتكلمنا كده يا عمار. محمود زهران بيقول اظن الاستمراريه المتواصله في الكورس اني باخد في جيت واي نصيحه ازود التحسن. بص يا حوده، انت لو بتاخد كورس في جيت واي فده كويس قوي، تقدر تعمل ايه معاه او بجانبه. تقدر تطور نفسك في الرايتنج، ممكن تطور نفسك في السبيلنج عن طريق برضو ان انت تخش كل يوم وتكتب في مايكروسوفت وورد زي ما قلنا من شويه كده، عن طريق ان انت تخش وتكتب في حاجه زي مايكروسوفت وورد مثلا، تكتب اللي حصل في يومك او استخدام الكلمات بتاعت النهارده، فده هيصلح لك من الاخطاء لو موجوده، عن طريق ان هو بيعمل لك اندرلايننج او بيعمل لك خط احمر تحت الخطا، فلما تدوس عليه كليك يمين يقول لك صح فين. مثلا تطور نفسك في الليسننج، ان انت تسمع كتير جدا 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 حتى لو حاسس انك مش فاهم كل حاجه. تحاول تكتب، تحاول تقرا كتير قوي. طبعا كل ده في حته، والحته الافضل بكتير او الاهم بكتير ان احنا تزود من الجرعه بتاعه البراكتسنج بتاعك، ان انت تعمل براكتسنج مع ناس حقيقيه سواء اونلاين بقى او اوفلاين. ودي ليها طرق كتير اتكلمنا فيها في اكتر من فيديو. هتلاقيني عملت فيديو عن اكتر تطبيقات تقدر تستخدمها في انك تعمل براكتسنج سواء مدفوعه او ببلاش. محمد صابر، وده تقريبا اخر سؤال، ده تقريبا ده اخر سؤال معانا النهارده. محمد صابر بيقول طيب يا محمد، يعني هو سؤال محمد طويل شويه، لكن الملخص بتاعه هو عايز ياخد كورس، بيفكر ياخد كورس تيتشر ميكر اللي عندنا في جيت واي، وهو كورس مره تانية بيعلمك ازاي تبقى مدرب انجلش. فانت لو عندك شغف شويه محمد بخصوص مجال التيتشنج، طبعا انصحك ان انت تاخد الكورس ده اكيد، لانه بيعلمك الاساسيات بتاعه التيتشنج، ازاي اللي قاعد قدامك ده باصص لك البصه بتاعت ايه، وازاي تقدر توفر له الاحتياجات بتاعته. كل الجوانب اللي ممكن تتغطى نقدر نغطيها كاساسيات اتغطت ما شاء الله في الكورس ده، وهو بالنسبه لك ده فهتخليك تقرر اذا كنت انت حابب تكمل في الموضوع ولا لا. فطبعا انصحك بيه لو انت مهتم بيه شويه. الموضوع هيعود عليك ماديا ولا لا، ده طبعا على حسب انت هتقرر انك تكمل فعلا في المجال ده ولا لا. لو كملت في المجال ده اكيد طبعا هيعود عليك ماديا بالنفع، وفي النهايه هو مجال برضو ليه فضيلتين، يعني الفضيله الماليه او الفضيله الماديه ان انت هتكسب منه، تاني حاجه ان انت فعلا بتعلم ناس حاجه، دي تقدر تعتبرها اثر يعني. وبكده يبقى خلصنا كل الاسئله اللي معانا النهارده. فباكد لك مره تانية ان مش كل الاسئله اللي انتوا سالتوها في الكومنتس انا جاوبت عليها، لان طبعا كان في اسئله حالات فرديه اكتر، ولو كنت خدت كل الاسئله كان الفيديو ده هيقعد له 3 4 ساعات يعني. فانت اكيد متفاهم حاجه زي كده، انا بس انتقيت الاسئله اللي انا حسيت انها هتكون مفيده للعامه اكتر، لان الهدف بتاعنا ان احنا نفيد اكبر قدر ممكن من الناس. ما تنساش اخواتنا من الدعاء لان هم فعلا محتاجينه، وقول لي رايك في النوع ده من الفيديوهات في الكومنت، ويا رب تكونوا استفدت معانا النهارده او اتبسطتوا. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي.